سر اللون والريحة دي في معلقة واحدة، ضفتها وانا بسبكها. اتحداكي لو عرفتي هي ايه قبل ما تشوفي الفيديو. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنعمل طبعا النهاردة الصلصة، هي من تجهيزات شهر رمضان. وزي اي ست بيت شاطرة بتجيب على قد امكانياتها وعلى قد ميزانيتها، فانا بجيب بالحبة مش لازم اجيب. وهنضف اي جزء فيهم مش حلو زي دي مثلا الحتة المكسورة دي هشيلها خالص وهقطعها وهحط في الحلة. بعد ما غسلتهم الغسل التمام هبتدي انقض اي حتة مش حلوة فيهم كده اهي. هي سليمة، هي بس مكسورة من القفص او فيها اللي هي الجزء اللي مش حلو. لو حتة صغيرة اللون الاسود ده الصغنن ده بشيلها بالراحة كده. لكن الطماطم حلوة الصراحة. اول حاجة في طريقتي في عمل الصلصة في البيت، انا بجيب فلفل الوان كده احمر. ما بجيبش اللي هو اللهم صل على النبي، مش بحط بنجر. اول حاجة بحطها هي الفلفل الالوان دي اللي زي كده، وهقطعها وهحطها مع الطماطم. هنضفها كده. هنزل بكوباية مية، مش هكتر مية عشان هي هتنزل ميتها. وهنزل بقى بالفلفل الالوان اللي انا قطعته، وهسيبها لغاية ما الاقي الطماطم دي كلها استوت. هغطي الحلة. هنا طبعا خلاص الحمد لله استوت. هطفي عليها وهسيبها ترتاح 5 دقايق، وهنجيب الكبة الشقية بتاعتنا. نزل الطماطم دي في الكبة عشان نضربها. اللهم بارك، يعتبروا الكمية اللي انا جبتها ما طلعتش منها هدر كتير. هنضربهم في الكبة ضربة محترمة كده ونرجعهم الحلة تاني. بص اللون، اللهم بارك. شايفة اللون حمرا ايه؟ بقيت الكمية اللهم بارك برضو. يعني دلوقتي الحلة تعتبر ناقصة حاجة بسيطة. هفتح عليها النار تاني وهسيبها تتسبك. اهم تكة ليا في الصلصة، هنزل بمعلقتين سكر عشان لو في اي حموضة، معلقتين 3. انا هنزل بمعلقتين ونص اهو عشان الحموضة تتشال. وهنزل باهم تكة ليا، هنزل كده معلقة محترمة بابريكا بتعزز اللون والطعم. وهسيبها تتسبك براحتها خالص خالص لغاية ما تتقل كده ويتشال منها اي نقطة مية. طبعا هتغطيها وسيبيها براحتها. لو عايزة برضو تزودي وتعززي طعمها اكتر اكتر واكتر يعني جمال، انزلي بمعلقة الفلفل الاسود دي. والله والله بالطريقة دي وبالخطوات دي انا باخد احلى صلصة بتفضل معايا من السنة للسنة. هي بس خلصت الايام دي ولسه خلصانة يمكن الاسبوع اللي فات، فحبيت اعمل الشوية دول لما لقيتهم حلوين كسعر وحلوين كمان. هما الطماطم نفسها حمرا وحلوة، حبيت اعملهم لرمضان. هينفعوني قوي في رمضان ان شاء الله. المعلقتين منها بتفرق معايا طعم ولون. اعملي الصلصة في البيت وخدي منها احلى نتيجة، نتيجة جبارة بمعنى الكلمة، نظافة وجمال. وكمان وفري ودبري في ميزانيتك. شايفة البقبقة دي ما بتجيش من فراغ دي. شايفة اللون؟ من وقت للتاني كده قلبي عشان ما تلزقش وتتحرق منك في الحلة. ادي اللون اهو، ولا الوان صناعية ولا فلاتر.
انا كده الحمد لله خلاص خلصت تسبيكها. انا عايزه كده، شايفه؟ الله اكبر، التسبيكه حلوه خالص. شايفه اللون؟ شايفه الحلاوه؟ تعالي بقى شمي الريحه. والسر كله في معلقه الفلفل الاسود مع البابريكا المدخنه. شايفه لونها؟ ايه رايك في لونها؟ طبعا بعد ما ركنتها وسبتها تبرد خالص هبتدي اكيسها. اوعي تكيسيها وهي سخنه، استحاله. عندك برطمانات، حطي في برطمانات تكوني غسلها كويس ومعقماها، او حطيها زي كده كيسيها. بسم الله. انا بحط على قد الطبخه، وحتى لو هحط اكتر من الطبخه هوريكم انا بعملها ازاي. خليني اخد منها براحتي. بسم الله. عايزه اقول لك والله والله ريحتها تجيب اخر البيت. ببططها كده واطلع منها اي هواء. بتخليني اقدر يعني لو هعوز نص الكميه دي اقدر وقت ما تكون متجمده هاخد النص بس. هنكيسها كلها ونرجع. من 6 كيلو طماطم عملت كميه محترمه من الطماطم. الصلصه احلى حاجه تبقى في بيتي الفتره دي، واسرع حاجه وانجز حاجه ممكن تنجزني الفتره دي. جربي طريقه الصلصه دي بجد هتوفري كتير، ومش هتحتاجي تشتري برطمان واحد من بره تاني. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من خلطتي، خلطة زوزة. اتفرجي على الفيديو واعملي لي لايك حلو وقولي لي انتي بتعمليها في البيت ولا لا.